بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نعمل بورتفيه عملي وبسيط باستخدام الجلد الطبيعي. هشرح لك كل أداة وكل خطوة بوضوح، وهنعرف مع بعض ازاي نركب السوستة وكمان ازاي نركب الترامس، وكمان هوضح المقاسات عشان تقدري تنفذي البورتفيه بسهولة حتى لو انتي لسه مبتدئة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول قطعة معايا مقاسها 18 في 27، والقطعة التانية 18 في 19، والقطعة التالتة برضو زيها 18 في الطول 19 سنتي. دي قطعة الجلد اللي طولها 18 سنتي في 19 سنتي، انا فتحت فيها سوستة طولها 14 سنتي في 1 سنتي. زي ما احنا شايفين انا هنا جبت الكلة وهبتدي احط الكلة على الدوران بتاع السوستة كله. طبعا وانا بستخدم الكلة بحاول اخد بالي قوي عشان ما تبهدليش الجلد من الوش، يعني بحاول ان انا احط يدوب بس على حرف الدوران بتاع السوستة عشان نثبتها بس مش اكتر. هبدأ ألزق السوستة زي ما احنا شايفين. هنا انا جبت برجل العلام وفتحته على نص سنتي، وهبتدي ان انا اعلم الدوران بتاع السوستة كله عشان التخريم. زي ما احنا شايفين انا جبت السنبك اللي هو ال6 سنون، وهبتدي بقى اخرم الدوران كله بتاع السوستة عشان الخياطة. هكمل بقى التخريم الجزء اللي انا بشاور عليه دوت وهرجع لكم تاني. كده خلاص انا خرمت السوستة بتاعتي كلها. هجيب الخيط وهقيس الدوران بتاع السوستة كله، وزي ما احنا اتفقنا ان انا هضرب المقاس اللي انا قيسته ده في 3. هنبدأ نخيط السوستة. زي ما احنا شايفين انا بخيط بالابرتين، والخياطة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة خالص. انا بس بحاول ابين لكم بداية الخياطة بتبقى عاملة ازاي، لان في ناس سألوني عن طريقة الخياطة بالظبط، فاتمنى ان ده يبقى واضح في الفيديو هنا.
زي ما احنا شايفين انا خيطت خلاص الجزء ده، هكمل خياطة باقي السوستة وهرجع لكم تاني. هنا بقى يا ريت ناخد بالنا من المستطيل اللي انا رسماه على كل جلدة مكانه فين بالظبط، عشان خاطر ده اللي هنخرمه ونخيطهم مع بعض. المستطيل الواحد بيبقى طوله 12 في 6، ودي نفس مقاسات المستطيلات كلها اللي انا وريتها لكم دلوقتي. هنبتدي بقى نخرم كل واحد لوحده. عشان ما اطولش عليكم انا هخرم باقي الاجزاء اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كل الاجزاء اللي انا بعلم عليها دلوقتي خلاص انا خرمتها. الخطوة اللي بعد كده هجيب برجل العلام وهفتحه على نص سنتي، وهبتدي ان انا اخد برضو جلدة جلدة وابتدي ان انا اعلم الدوران بتاعها كله علشان التخريم والخياطة. طبعا لو انا قصة الجلد بتاعي مظبوط وبعلم بالبرجل صح هتطلع معايا الخياطة بعد كده مظبوطة، مش هيبقى فيها اي مشكلة. هنبدأ نخرم الاجزاء اللي انا علمتها بالبرجل. هبتدي بقى اكمل تخريم الجزء ده والجزء ده وارجع لكم. كده خلاص انا خرمت الثلاث قطع. هشاور لكم كده دلوقتي على الاجزاء بالظبط اللي انا خرمتها في كل قطعة عشان يبقى الموضوع واضح معاكم. كل الاجزاء اللي انا بشاور عليها دي دلوقتي هي اللي اتخرمت في الجلد. هحاول دلوقتي كده اوريكم البورتيفيه هيتقفل ازاي عشان بس تبقوا متخيلين الشكل النهائي. دي بالظبط طريقة تجميع الاجزاء بتاعة البورتيفيه. اول قطعتين دول هيتخيطوا مع بعض، والقطعتين دول هيتخيطوا مع بعض. يا رب تكون طريقة التقفيل بتاعته واضحة وهتبان كمان اكتر واحنا بنقفله دلوقتي خطوة بخطوة. هنا هبدأ اخد اول جزئين وهبتدي اخيطهم مع بعض. الجزء الاولاني اللي هو طوله 18 في 27 والجزء التاني اللي هو 18 في 19. هبتدي اخيطهم مع بعض. هخيطهم من الجزء المستطيل اللي احنا رسمناه من جوه اللي هو مقاسه 12 في 6. نحاول بس نركز مع بعض كده ازاي بنخيطهم مع بعض ومن انهي جزء بالظبط.
كده انا خيطت الجزء ده خلاص، هكمل الجزء ده وهرجع لكم تاني. خلاص احنا كده خيطنا الجزء ده كله. هبتدي بقى اجيب قطعة الجلد التالتة، زي ما احنا شايفين هنخيط الجزئين دول في بعض. اتمنى تكون الخطوات واضحة ونكون عرفنا مع بعض بالظبط ازاي بنوصل كل قطعة في التانية. كده خلاص انا خيطت الجزء الاولاني، هكمل بس باقي الجزء ده وارجع لكم تاني. كده خلاص خيطناها اهي كلها. الجيب بقى اللي فيه السوستة ده هبتدي اقفله من الثلاث نواحي. هقيس الخيط بتاعي وهنشوف مع بعض هنقفله ازاي. زي ما احنا شايفين انا بخيط دلوقتي الجيب اللي فيه السوستة كأنه جيب منفصل، هخيطه لوحده كده من الثلاث نواحي. هكمل بقى خياطة الجيب، هكمل الجزء ده وهرجع لكم تاني. كده خلاص انا خيطت جيب السوستة من الثلاث نواحي زي ما احنا شايفين. نحاول بقى نركز في الخطوة دي. هبتدي اجيب الجيب اللي في النص وهخيط الجزء ده كده لوحده.
لو مشينا بالخطوات اللي احنا بنقولها دي واحدة واحدة كده ان شاء الله هنعمله، هيبقى سهل معانا، مفيهوش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين انا كده خيطت جزء منه اهو، هخيط بس بقية الجزء ده. وبالنسبة لاخر او تالت جيب من ورا ده برضو القطعتين بتوعه دول هيتخيطوا مع بعض كده لوحدهم. كده خلاص انا خيطت كده كل واحد من التلاتة اهو زي ما احنا شايفين. والجنب التاني برضو نفس الحكاية، انا خيطت كده الجزء ده والجزء الاخراني ده. انا بس الجزء اللي في النص ده لسه ما قفلتوش، هقفله معاكم عشان هنركب فيه كده ايد صغيرة. دي قطعة جلد صغيرة انا خرماها من الطرفين، وزي ما احنا شايفين هنركبها بالطريقة دي. هحطها كده في الجيب اللي في النص وهخيطها معاه. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنركبها بالظبط. اهو هنا انا بدأت اجيب قطعة الجلد اهي وهركبها وهكمل خياطة. كده ركبناها خلاص. زي ما احنا شايفين قطعتين الجلد دول، دي الايد اللي انا هركبها في الجنب بتاع البورتفيه. هجيب القطعة الصغيرة دي وهدخلها في الجنش، وزي ما احنا شايفين دي الترامس اللي انا هبدأ اثبت بيها الجلد. الجزء ده بيبقى عامل زي العمود ده اللي المفروض اللي انا بركبه في ظهر الجلد. وده الجزء التاني اللي هو عامل زي البومبيه، ده اللي هيركب على الوش. زي ما احنا شايفين ده السنبك اللي انا بدق بيه الترامس. هدق بقى كده دقيقتين جامدين. زي ما احنا شايفين كده ركبت معايا بكل سهولة. هبتدي بقى اثبت قطعة الجلد الكبيرة في القطعة الصغيرة برضو بالترامس. وانا عامله لكم فيديو عن طريقة تركيب الترامس، لو بصيتوا دلوقتي على الشاشة من فوق هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو، تقدروا ترجعوا له وهتشوفوا بالتفصيل ازاي بنركب الترامس. طبعا عرض قطعة الجلد دي بيتوقف على عرض الحلقة بتاعة الجنش بتاعتي.
يعني القطعة اللي انا عاملاها دي تقريبا حوالي سنتي ونص او يمكن اقل كمان. يعني انا بقيس العرض بتاع حلقة الجنش وببتدي على اساسه بعمل عرض الايد بتاعتي. كده خلاص احنا خلصناها، هنبتدي بقى نركبها في البورتفيه. اخر خطوة دلوقتي هي تركيب الكبسونة. هنا انا عملت خرم في القلاب وهعمل خرم في الجيب اللي بره. زي ما احنا شايفين انا حطيت البادة دي في الجيب عشان اخرم بس الطبقة الاولانية من الجلد. هجيب السنبك وهعمل الخرم اللي انا قلت عليه. دي الكبسونة اللي انا هركبها، اسمها الكبسونة التيك تاك. زي ما احنا شايفين هي بتتكون من 4 اجزاء. دول الجزئين اللي انا هركبهم في القلاب. هركب في القلاب الجزء اللي عامل زي المراية ده، والجزء التاني ده هيتركب في ظهر الجلد. ده شكل السنبك اللي انا بدق بيه الكبسونة التيك تاك. هبتدي كده ادق دقيقتين جامدين زي ما احنا شايفين ركبناها اهي. هجيب بقى القطعتين التانيين، هبتدي اخد الجزء ده اركبه في ظهر الجلد. هحط بقى البادة زي ما اتفقنا، وهبتدي ان انا ادق الجزء اللي فاضل ده اللي هيتركب على وش الجلد. ده برضو نفس السنبك، هدق كده دقيقتين جامدين. كده خلاص الكبسونة ركبت معانا، وهتلاقوا لينك هيظهر دلوقتي على الشاشة من فوق، ده فيديو لطريقة تركيب الكبسونة التيك تاك. نقدر نرجع له وهنعرف بالظبط بتتركب ازاي. كده خلاص احنا خلصنا البورتفيه بتاعنا. لو عجبتك النتيجة وحابة تتعلمي اكتر عن الجلود الطبيعية والهاند ميد، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.